اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم، كالعادة جيتكم في فيديو جديدة مع يوم جديد مع وصفة جديدة. اليوم جيتكم جبت لكم البسيسة التونسية. قبل كل شيء يعطيكم ألف صحة. أصبح الملك لله، صباح الخير صباح النور. شنو أحوالكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. اليوم باش نتوكل على الله، باش نعمل مع بعضنا البسيسة ان شاء الله يا ربي. ستة غربة، ستة وربع. توكل عليك يا ربي، حسب الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صوت السراديك. هذوما تويكا، هذا العدس الاحمر هاكا، هذا اللبس عليه حاشيكم 5 كيلو. نفس الكونتيتي حمص هذا الحمص العربي، هذا يجي خير من الحمص الاخر. وهذا 3 كيلو جاجلين. هو القمح حاضر مصفي مفوزي منه كل الحجر وكل الحاجات كلها. هذيك الكانون اللي باش نخدموا عليه. بالنسبه للمكونات الاخرى تنشوفوها مع بعضنا. استنى في المرايه باش تجيني. دونك الكونتيتي بتاع القمح اللي عنا هي 20 كيلو، حكايه قلبه زيد شويه. خديت عليهم 200 غرام مرد قوش كيما ما شفتوا تويك الفساشي هذاك. قبل كل شيء ذي الكل راه موازي ومصفي، ما في حتى شيء شوائب الكلها نحيتها. خديت كيف ما شفتوا معناها هكا حزمه صغيره متاع قرفه. هذا البسباس، هذا بسباس التونسي، ماذا بيكم تاخذوا البسباس التونسي راهو افوح. معناها تشوفوا تحسوا اللون نتاعو سافا با، اما راهو افوح ماكل البسباس الاخرى كالمزيان اللي عاطي على الخضوره، ماهوش فاوح هذاك. هذايا 200 غرام زاده كيف حبة حلاوة. هذوما الكل أعشاب راهم والحشائش، هذوما راهم كلهم دواء. هذايا تابل، التابل هذايا باهي للكحة والكل، معناها احنا البسيسة راهي دواء، قبل ما تكون مغذية هي دواء. دونك لهنا هذا التابل كيف ما قلت لكم. فما شكون انا عملت قبل الفيديو هذايا فيديو البسيسة في القناة. علاش عودتها؟ خاطر فيها حس برشا متاع صوتك القليان والكل. عوليت عودت وجاتني برشا معناها تشكيات انه ماهوش مسموع، ولي انا معناها الحس هذاك فزدو، وليت هاني عودته لكم. هذا كيف ما تشوفوا كمشة قليل هويني. هذا زي كيف زعتر نفس الكونتيتي زاده مش برشا. زاده كيف خديت شويه عرعار. قلت لكم فما مشتركه ربي سامحها هكا بتهكم، معناها عطتني تعليق خليته ارجعوا تشوفوه. قالت لي ما نقص كان تحط فيها ثوم البسيسه نتاعك. لا ماهوش معناها الثوم بطبيعته معناها ما يصلحش للبسيسه، معناها بكل معناها الثوم ما نحطوش في البسيسه. ولكن انا راهو كي نحط المكونات هذوما كلهم دواء عندهم، معناها بقعتهم كما نعرفوا احنا بطبيعه البسيسه معناها تعمل الغاز والكل، هذوك كل نحو الغاز وينحو وجيعة الصدر وينحو وجيعة الكرش ونحو المغص وبرشا حاجات. تويكا كيما نشوف قشور البرتقال وهذوما الرند. قشور البرتقال هاكم شفتوها طريه، حتى كان مخزنتها والكل، ولكن كجبتها لقيتها طريه. كيف الرند هذاك مزكي نحيته البارح. تنوريكم اسيوس كيفاش شعل البقعه نقرمشهم، معناها يولوا مقرمشين. هذيك اللي شفتوه نعناع. تويكا بدات المراه هكا تقلي في القمح بطبيعه في الطاجين هذايا. ماذا بينا نحطو هكا معناها بشويه، ما نحطوش برشا باش تجي كل معناها الكعبات كلهم مقليين كيف باش واحده بيضه واحده محروقه. ها هما تويكا شفتوا النعناع هذايا حطيته في طبق باش نحطو تحت الكانون هذاك وطبيعه، وديما نتفقدوا باش ما يتحرقلناش هكاكا. وتشوفوا من بعد كيفاش يولي تقرمش. ها هو نحيت الصوت باش خاطر الصوت مزعج برشا نتاعك القليان والكل.
دونك معناها باش ما تتقلقوش كيما ما صار في الفيديو السابقة. هاو شو كيفاش القمح كيفاش معناها مقلي معرج. طبيعة احنا نقولوا يقلوه في الواحد ويقولوا نعرجوه، حسب كل واحد كيفاش يقولوا. لهنا اكل الفحات الكل هذيك الكل. فما حاجات اخرين تنوريهم لكم بعد ما ذكرتهمش في الفيديو، نشوفوه مع بعضنا. جبت طبيق كيف هكا وحطيت فيه لفاحات الكل اللي موجودة هذيك عندي، شواشي ورد، شواشي ورد من بعد الكليل والزعتر هذيك العرعر والبسباس والحبة حلاوة والمردقوش هذا التابل كلهم خلطوهم بالكدا بالكدا باش يدخلوا كل مع بعضهم. وكي نحطوهم في معناها في القلاية بتاع شو اسمها هي القمح، معناها تسخن في ساعة وما تبقاش تولي تتقرمش هي في حد ذاتها. ها كيفاش نحطوهم، كل رشة متاع قمح بعد ما